إخواتي وحبايب قلبي عاملين إيه؟ أرحّب بيكم كلّكم وأقول لكم منورين الدنيا كلّها. أنا عايز أعرف بس والله العظيم يعني بجد هو إحنا فعلًا مكتوب علينا الشقا؟ مكتوب علينا نفضل طول عمرنا الدنيا مخبّطة معانا؟ يعني مثلًا أي حد مثلًا من اللي هو شغّال على دراعه والّا اللي هو مثلًا عامل باليومية، مش متأمّن عليه، مش موظّف، صنايعي، مش عارف إيه، حاجات من ده كتير يعني. آآ يعني الفئة دي كبيرة وموجودة بكثرة في المجتمع يعني. موجودة بكثرة في المجتمع، فعايز أعرف بس هو إحنا هل فعلًا حياتنا مش هتتضبط في يوم من الأيام؟ هل فعلًا مش هنعرف إن إحنا نعمل لنفسنا حاجة و ويبقى إحنا عايشين ومش قلقانين من بُكرة؟ هل فعلًا هنبقى عايشين متطمنين ومرتاحين وبالنا مش تاعبنا ومن كتر التفكير ومش قلقانين من الدنيا إيه اللي يحصل فيها وكلام من ده كله؟ هل فعلًا هييجي علينا وقت فعلًا ونبقى كويسين ونبقى تمام ونبقى مش ناقصنا أي حاجة، ويبقى عندنا احتياطي مثلًا مسنودين عليه، زي الناس اللي عندها احتياطي وعندها وربنا كارمها وموسّع عليها وعندهم اللي يتسندوا عليه في أي وقت، في أي لحظة حصل أي drop معاهم بيبقى في احتياطي عندهم. فبس بجد والله يعني عايز أعرف، هل فعلًا إحنا مكتوب علينا الشقا والّا ممكن في يوم من الأيام نلحق الشبرقة؟ فيعني لو لو شايفين إن ممكن يحصل في شبرقة في الموضوع والدنيا تحلو وتبقى شبرقة رقة، فاشتركوا معايا في القناة بقى وورّوني كده إيه، ورّيني كده مع بعض التفاصيل كده ونشوف الدنيا فيها إيه، يمكن تفرج معانا والدنيا تحلو معانا والزهر يلعب ونتشبرق إحنا كمان. بس يا عم، أخوكم أكرم الشيمي وأحلى مسا عليكم، ليلتكم زي العسل. تسلموا يا جماعة.